ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض حاجه سهله وبسيطه جدا وهتستخدموها كتير وهتستفادوا منها ان شاء الله، الا وهي ازاي نكسر السوكه بتاعه اي شكل في التصميم بتاعنا او اي زاويه في التصميم بتاعنا. ازاي نكسر السوكه بتاعتها و بتكون طريقه سهله وبسيطه وبتاكد زرار. تمام. انا على سبيل المثال هعمل عندي مثلا كذا مربع بالشكل ده كده اهو. تمام. وممكن مثلا ان انا الحم المربعين دول في بعض، اعمل برضو كام مربع تاني هنا هنا هنا، وليكن ده التصميم بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. انا عشان اكسر السوكه بتاعته هاجي مثلا ماسك المستطيل ده واجي ضغط هنا كاتب، افتح مثلا اقفل القفل واكتب هنا 50 بالشكل ده كده. انا اعطيته نص دايره حوالين داير. تمام. هنا طبعا ده الراوند كورنر، وعندي هنا السكالوب كورنر، وهنا عندي الشامفر كورنر، تقريبا كان اسمه شامفر، شامفرد كورنر بالشكل ده. تمام. فدي كلها حاجات اقدر اعملها. طب انا ممكن اعمل هنا وممكن اعمل هنا، ممكن اعمل هنا، ممكن اعمل هنا، بس الكلام ده عشان مربعات. طب انا لو حبيت مثلا اعمل حاجه زي كده هلاقيها مش ظابطه معايا. تمام. طب لو كان مثلا الكلام ده موجود في اسم، موجود في حاجه، الكلام ده على فكره انا ما قلتوش في فيديو النيون. يعني انا فيديو النيون انا شرحت بس ايه ازاي تعملها بطريقه بلدي شويه. تمام. ده الفرق، دي الطريقه اللي هي تكون اكثر احترافيه. تمام. ف يعني برضو تبقى عارف الطريقتين، ممكن تعملها بكده او ممكن تعملها بكده في اي شغل بقى، في اي حاجه ممكن تستخدمها. تمام. طب ازاي نعمل بقى يا عم مازن الحركه دي بطريقه سهله وبتاكد زرار تعمل لي المربعات دي كلها بدوراناتها بدنيتها؟ اول حاجه بتعملها ان انت بتيجي على علامه الزائد اللي تحت دي على اليمين، تمام، اللي هي بتبقى في القائمه بتاعتك، وبتدور على حاجه اسمها كورنرز، هتلاقيها فوق الجوين كيرفز على طول بالشكل ده. طب لو القائمه دي اساسا مش ظاهره، بضغط على الت انتر، تمام، بالشكل ده كده اهو، هيفتح معايا قائمه بروبرتيز. تمام. بس هي انا دلوقتي اختفت، لكن لو دوست الت انتر هتظهر تاني اهي. بروبرتيز ظهرت معايا. تمام. هتلاقي القائمه دي كلها ظهرت عندك، او ممكن تخش على ويندو، بعد كده دوكرز، بعد كده بجيب كورنر. تمام. بالشكل ده هم دول اللي هنا، دول هم يعتبر اللي هنا دول، اللي هو اما بتضغط على الزائد بتلاقيهم ظاهرين معاك. تمام. فهنا وهنا شوف انت عايز تجيبها منين واتعامل. تمام. هاجي داخل على الاشكال بتاعتي، هاجي محددها بالطريقه دي. تمام. شوف انا مثلا محتاج دول وليكن دول بس، وهاجي عاملهم عندي هنا الفيلت، وعندي السكالوب، وعندي الشامفر. الفيلت هنا اللي هي يعتبر الراوند كورنر، اللي هي اللي بتبقى فوق لو انت ماسك مربع مربع. تمام. هنا بحدد القيمه بتاعه الربع دايره او النص القطر يعتبر. تمام. فباجي كاتب هنا مثلا 50، يبدا يلف معايا بالشكل ده. طب لو عملتها مثلا سكالوب او اي حاجه من الحاجات دي مش هتظبط معايا. ليه؟ لان انا اوريدي عملتها فيلت. فبضغط على كنترول زد بالشكل ده وبخليها مثلا سكالوب، وبعد كده بضغط على ابلاي، بيبدا ان هو ياخدها لي عادي بدون اي مشكله. فانا هاجي هنا برضو اخليها 50 بالشكل ده وتبقى اتعملت معايا. طب حاجه زي كده هتقول لي ينفع تتعمل؟ اقول لك اه يا باشا تتعمل بدون اي مشكله. بضغط على ابلاي، شكرا، اتعملت بدون اي مشاكل. طب ممكن ما تبقاش هنا باينه قوي علشان السكالب رخمه اساسا، تحسها معقده كده شويه، خليها في الفيلت مثلا، وبضغط على ابلاي زي ما انت شايف اتعملت بدون اي مشكله. طب ممكن احدد الكلام ده كله واعمله؟ اه يا باشا اتحدد واتعمل. وهنا ده اللي كان اوريدي معمول بالسكالوب بقى معمول دوران. يعني كده تشوف انت الحاجات دي ممكن تستخدمها ازاي، ممكن تستخدمها في ايه، ممكن تستخدمها في تنعيم مثلا اشكال او حروف او اي حاجه عندك حاده، حاجات مثلا تصميم يكون في حاجات كتير، اشكال مثلا هندسيه، مش عارف ايه الكلام ده كله، في حاجات كتيره ممكن انك تستخدم فيها الطريقه دي. فبتكت زرار عملناها، فطريقه سهله وبسيطه. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه لو ما كنتش مشترك. كان معاكم مازن العجوز، والسلام عليكم.